أيوة كده بقى، خلونا شوية في الحلويات بتاعة الطيبين بتاعة زمان اللي كانت تتعمل بحاجات بسيطة موجودة في كل بيت. لا جبنة كريمي ولا كريمة ولا كمان حليب مكثف محلى، حلويات باردة وسريعة وما بتاخدش وقت. هنحتاج ل4 كوبايات من الحليب، هنسخنهم على النار وبعد كده هنضيف عليهم 400 جرام من البسكوت، أي بسكوت سادة متوفر عندك، وباكت واحد من الكريم كراميل. هتضربي كل المكونات دي كويس، هتلاقي القوام بتاعها تقل وبقى كريمي بالشكل ده. تفضيها في البايركس بتاعتك، ولو عندك ضيوف وحابة تقدمي لهم حاجة حلوة يبقى اعمليها في فناجين صغيرة، بتبقى شكلها أحلى في التقديم. هنحتاج لكوباية حليب متدوب فيها معلقتين كاكاو على معلقة كبيرة هرمية من النشا، ونرفع الخليط ده على النار ونفضل نقلب فيه لحد ما نوصل للبكبكة والتقل والقوام الكريمي ده. وهو سخن ننزل بيه على الصينية بتاعتنا بعد ما بردت وعملت طبقة كده في النص. هنفرد الخليط وبعد ما يبرد ويعمل طبقة على الوش كده، نروح رشين عليه رشة من الكاكاو أو الشوكولاتة المبروشة لو حبيتي كده تدلعي ضيوفك. وبس كده، ساعتين في التلاجة بقى جاهز عندك أحلى حلا سريع سهل وطيب. وبس كده.